السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد صابر ارتست، والنهارده هنستكمل ثالث دروس دورة الفوتوشوب. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ادوات السلكشن، وكنا شرحنا اداة المارك تول بتعمل ايه واللازو تول بتعمل ايه، وشرحنا الكويك سلكشن والفرق بينها وبين ماجيك واند تول. والنهارده ان شاء الله هنستكمل شرح وهنكمل باقي الادوات، وهنبدأ باداة الكروب تول. اداة الكروب هي اداة قص بنستخدمها في قص الصورة. يعني أنا لو عايز مثلا الصورة دي أقص منها، أخد منها جزء معين بس زي كده أنا حددت بالكروب المكان اللي أنا عايز أقصه. طيب دلوقتي أنا قدامي فوق في الأوبشن بار 3 حاجات. أول حاجة عندي اللي هي الكوميت كورنت كروب اوبريشن، دي اللي أنا لو دوست عليها هقول له ماشي، أنا عايز المكان ده هو اللي انا اسجله، اللي انا اقصه. تمام كده انا هو قص لي المكان ده. ارجع كنترول زد، ولو انا حددت كروب زي كده وعايز الغي الكروب اللي انا عملته، التحديد اللي انا عملته ده، بدوس كانسل كيرنت كروب اوبريشن وبلغيها كده، بيرجع معايا تاني. او بدوس ريست. تمام. كمان ممكن ان انا اللي انا بعمله ده ممكن اوصل له بطريقه تانية غير الثلاثه دول. ممكن مثلا انا وانا محدد كده ممكن اروح لاداه الموف، هيظهر لي 3 حاجات: عايز تعمل كروب، ولا عايز تكنسل، ولا دونت كروب، ولا مش عايز تعمل كروب بتلغي الكروب اللي انت عملته. لو دوست دونت كروب هيلغي لي اللي انا عملته، لو دوست كروب هيقص لي الجزء ده، ولو دوست كنسل هيرجع ويكمل باقي. تعال نشوف. دلوقتي هو قص لي لما انا دوست كروب، قص لي الجزء. بس في حاجه بقى هنا، المكان انا قصيته تمام، وفي ممكن اشوف باقي المكان تحت ده، علشان وانا بعمل كروب كنت مش مفعل الديليت. دلوقتي في عندك فوق ديليت كروبت بيكسلز، ده بيحذف لك المكان اللي بيبقى بعد ما انت ما بتعمل كروب، بيبقى اتفضل مكان باقي من الصوره. انت لو عايز تعمل له ديليت بتفعل دي، زي مثلا كده نعمل كروب للصوره. خلاص دلوقتي انا لو جيت حركت موف مش هلاقي بيتحرك معايا. زي ما انت شايف المكان اللي بره خلاص اتمسح عشان انا كنت مفعل الديليت كروب. نرجع تاني كنترول الت زد. بنيجي بعد كده للاوبشن بار بتاعت اعدادات التول بتاعت الكروب. نبص نلاقي فوق، هنلاقي اول حاجه عندك ريتيو. ريتيو دي اللي هي المعتدل المقاس، اللي هو ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش نسب معينه. اما عندك بعد كده الفوتوشوب مسجل لك شويه مقاسات، بحيث لو انت عايز تعمل كروب على مقاس معين، عندك مثلا الاوريجينال ريتيو نسبة 1:1. يعني مثلا الواحد الاولاني ده بيبقى العرض، الواحد التاني ده بيبقى الطول. يعني دي مثلا هتعمل لك شكل رباعي، فمش هتزيد مش هتقل ولا تنقص عن المساحة دي او النسبة دي. لو جيت مثلا عملت نسبة 4:5 هيخلي لك اللي فوق عرض 4 وطول 5، فعمر النسبة دي ما هتقل ولا هتزيد. تمام. بالنسبة للكروب مهما تكبر وتصغر. تمام. عندك بعد كده حاجات زي كده زي الفرونت ايمج، يعني مسجل لك برضو مقاسات، بحيث لو انت عايز تعمل وول بيبر لشاشه كمبيوتر او حاجه، فهو مسجل لك مقاسات هنا، هو انت ممكن تحتاجها. بس عاده احنا بنخليها ريتيو علشان احنا اللي بنحدد التصميم بتاعنا، واحنا اللي بنحدد الطول والعرض بتاعته. تمام. نيجي بعد كده عندك انت لما جيت سجلت شويه حاجات هنا، هو ظهر لك هنا نسب، ولسه النسب دي موجوده في التصميم معايا. طيب انا الحاجات دي بعمل لها كلير، تتمسح ترجع معايا تاني زي الاول، احركه زي ما انا عايز. نيجي بعد كده للستريتن. الستريتن يعني الاستقامه، بيعمل لك استقامه للصوره بتاعتك لو الصوره معوجه. يعني احنا مثلا هنلغي الكروب طبعا، دونت كروب، وهنيجي عند اداه الموف ونعوج مثلا الصوره كده، وليكن دي اصلا الصوره معوجه، فهنقول ايه ابلاي، ونيجي عند اداه الكروب ونختار ستريتن. ستريتن لو انا جيت مثلا عملت بدوس دوسه واحده كده واشد خط، الخط اللي انا بشده ده انا بحدد الاستقامه تبقى استقامه ماشيه ازاي. يعني ده المفروض
تبقى دي البدايه، هروح سايب، هلاقي ان الصوره اتعدلت معايا تاني عن طريق الاستريتن اللي هي الاستقامه. انا بفعلها مره واحده، وبعد ما بشتغل بيها مره بتتلغي. عشان اجي اشتغل بيها تاني لازم ادوس استريتن تاني وادوس كده. تمام. نيجي نرجع ونيجي نستكمل اعدادات الاوبشن بار بتاعت اداه الكروب. هنلاقي ان هنا بيقول لك set the overlay option for the crop tool. دي انت لما بتيجي تدوس عليها بتختار الشكل اللي انت عايز الكروب بتاعك يبقى عليه. يعني احنا ده الشكل الطبيعي اللي هو الرول اوف سيرفيس، ده الشكل المسطره الثلاثيه، يعني الصوره بتاعتك بتبقى متسطره بشكل ثلاثي. عندك بعد كده اللي بتيجي بعدها اللي هي الجرايد، والجرايد دي اللي هي الشبكه او الشكل الشبكي يعني. زي ما انت شايف كده لما بتيجي تعمل كروب. تمام. نيجي بعد كده للشكل اللي هو دياجونال. الدياجونال اللي هو اساسا الاضلاع، فبيجي ضلع عكس ضلع زي ما انت شايف كده، بتعمل كروب. لو انت عايز منظور معين او شكل معين او قص معين تستخدم الاشكال. طبعا احنا طبيعي بنخليه رول اوف سيرفيس، بس انا برضو بعرفكم لباب العلم يعني الاشكال دي بتتكلم عن ايه. يجي بعد كده بيقول لك التريجونال. التريجونال معناها المثلث او الشكل المثلث. يعني بص انت بتيجي يعمل لك كده في شكل مثلث زي ما انت شايف. طيب عندك برضو الجولدن ريتيو اللي هو المتوسط الذهبي او النسبه الذهبيه. طبعا الجولدن ريتيو ده انت محتاج ان انت تقرا في نظريه اصلا علشان تعرف مقاسات المربع الذهبي، لان المربع الذهبي ده حاجه مهمه جدا. طيب نيجي بعد كده عندنا الجولدن سبيرال. الجولدن سبيرال ده الشكل الحلزوني زي ما انت شايف كده. طبعا حاجه زي كده ما بنستخدمهاش. عندك بعد كده الاوتو شو اوف ريلي. دي انت لو فعلتها، اول حاجه نرجع للرول اوف سيرفيس المسطره الثلاثيه بتاعتنا. بعد كده عندك اول حاجه الاوتو شو اوف ريلي. دي لو فعلتها كده ما بيعمليش كروب او ما بشوفش الخطوط بتاعتي الا لو دوست كليك عليه. لازم ادوس كليك عشان اشوف الكروب بتاعي وانا بحركه. اما لو جيت خليت اولوز شو اوف ريلي هيخلي لي الخطوط بتاعتي ظاهره على طول سواء دوست كليك او لا زي ما انت شايف كده. اما لو عايز الغيها خالص بدوس نيفر شو اوف ريلي، مفيش خطوط خالص. طبعا احنا نخليها اولوز شو احسن. تمام. عندك بعد كده اعدادات. دي انت ما بتستخدمهاش او ما بنلعبش فيها بمعنى صح، الا في حاله بقى لو انت عايز تخلي نظام الكروب زي القديم زي الاصدارات القديمه، بتدوس يوز كلاسيك مود بيخلوا لك زي القديم شكله من بره. ما فرقتش كتير، بس يعني لو عايز تغير او كده. تاني حاجه عندك اللي هي دي برضو الشو كروبد اريا. لو انت جيت عملت كروب وخرجت بره المكان ما بتبانلكش بقيه الديزاين. اما لو جيت عملت كده لغيتها، يعني اقولها لكم بطريقه افضل. انا جيت عايز اعمل كده، اعمل كروب للصوره، فالمكان اللي بره ده انا شايفه. طب انا لو مش عايز اشوفه باجي بلغي دي كده، ما بشوفوش، ما بشوفش المكان وانا بعمل له كروب. تمام. طبعا بنخليها ونيجي نرجع كده. احنا خلصنا اداه كروب تول. هنخش على البرسبكتيف كروب تول. طيب الاداه دي جديده في الاصدار ده، وهنتعرف عليها دلوقتي بشكل افضل من الصوره دي. هنعمل اوبن للصوره عشان نوضح عليها. زي ما احنا شايفين قدامنا كده الصوره دي قدامنا برواز واخد منظور معين او واخد زاويه معينه. احنا نقدر باداه البرسبكتيف كروب تول نقدر نعدل الصوره دي ونخليها اماميه كمان. هنجرب دلوقتي. هندوس كليك شمال ونسحب الصوره ونسيب. هنلاقي ان ظهر لنا شبكه اللي هي الجرايد. الجرايد دي انا اقدر اخفيها من هنا واقدر اظهرها، وبتحكم فيها بحيث ان انا احدد على الشكل بالظبط اللي انا عايزه.
واجي ادوس كده. طيب انا خلاص عملت تحديد للكروب اللي انا عايز اعمله. لو عايز اكد الكروب بدوس هنا عشان يتعمل. لو عايز اكنسله بدوس هنا. زي ما انت شايف الصورة خدت المنظور الامامي، يعني هي كانت كده بقت كده. كمان انا اقدر اعمل الكروب ده بطريقة تانية، عن طريق ان انا ادوس كليك كده واسحب، وكليك 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 واسيب كده. برضو هي نفس النتيجة. وكمان اقدر اعدل في مساحة الصورة اللي هتطلع. يعني ممكن اخلي العرض بتاعها مثلا 20 سنتي، وممكن اخلي الطول بتاعها 10 سنتيمتر، واخلي الريزوليوشن مثلا 150، واعمل كروب زي ما انت شايف. ولو جينا هنبص في الاعدادات هنلاقي ان الاعدادات مظبوطه زي ما احنا عملناها، ان العرض 20 سنتيمتر والارتفاع 10 سنتيمتر وريزوليوشن 150. تمام. نرجع تاني للصوره وهنلاحظ ان الاعدادات اللي احنا عملناها موجوده فوق. نقدر نعمل لها كلير من هنا، نمسحها بحيث لو هنعمل كروب تاني ما يطلعليش نفس المقاسات اللي انا عملتها. ولو عايز يطلع لي نفس المقاسات طبعا ما اعملش كلير. كده احنا خلاص خلصنا الكروب تول والبرسبكتيف كروب تول. السلايس تول والسلايس سيلكت تول دول ليهم علاقه بالويب. طبعا انت كمصمم جرافيك مش مطالب تعرفهم خالص. نيجي عند الاداه اللي بعد كده، الاي دروبر تول. الاي دروبر تول دي اللي هي القطاره، او بمعنى اصح لو انا جيت على اي مكان في الصوره ورحت دايس كليك واحد كده، هتلاقي ان اللون ظهر لك تحت في الفور جراوند كولر، بقى موجود عندك. وطبعا انت لو جيت تدوس على اي مكان في الصوره بالاي دروبر هتلاقيه بيجيب لك درجه اللون هنا اهو في النيو. زي ما انت شايف كده، بقف على اي مكان في الصوره بيجيب لي درجه اللون بتاعته بالظبط، وبيطلع لي هنا الار بتاعه ب 77 مثلا، والجي بتاعه ب 68، والبي بتاعه ب 63. طبعا احنا عارفين الكلام ده، احنا خدناه في اول درس اللي هو الار، اللي هو الار جي بي، الريد جرين بلو. وده طبعا السي ام واي كي. الكلام ده انا هشرح لكم الكالر بيكر ان شاء الله في درس الالوان، لانها ليها علاقه بدرس الالوان. هنيجي بعد كده لل 3 دي ماتيريال اي دروبر تول دي. لازم يكون في ماتيريال 3 دي، طبعا مش هنحتاجها. عندك بعد كده الكالر سيمبلر تول. دي انت بتحدد كذا لون في الصوره. يعني انا مثلا لو جيت اول ما بدوس ضغط على اي لون بلاقي ظهر لي انفو هنا على اليمين. الانفو دي بيقول لي درجه الدرجات بتاعه اللون دي. وطبعا باجي ادوس هنا كليك تاني بيطلع لي درجه لون تانية في اي مكان، بيطلع لي درجات اللون بتاعتهم. طبعا الكلام ده انا بحتاجه، بس لازم تكون فاهم الالوان الاول عشان تعرف ازاي تستخدم الكلام ده. نيجي بعد كده للرولر. والرولر دي اللي هي المسطره اللي انا بقيس بيها، واللي انا من خلالها اقدر اقيس اي جزء في الصوره ما بين نقطتين. زي مثلا ان انا هاجي هنا ادوس كليك شمال واسحب واسيب الماوس، هلاقي ان هو جاب لي هنا اهو فوق في الاوبشن بار الوايد اللي هو العرض، والهاي الارتفاع. بس هنا خلي بالك جاب لي العرض بالسالب، ده عشان انا ما دوست الشيفت وانا بسحب الرولر. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الوايد العرض بالصفر لان ده خط طولي. طب لو جيت عايز احذفه ادوس كلير. لو هاجي اعمله خط عرض مثلا كده، عايز اقيس عرض الحته دي وادوس شيفت. بص الفرق ان انا الشيفت وان انا ما دوست الشيفت، هتلاقي ان الارتفاع هنا من غير شيفت ظهر بالسالب، اما لو دوست شيفت هلاقيه بقى صفر لان ده خط طول، خط عرضي ما فيهوش طول خالص. تمام. نيجي نمسح وندوس كلير. طبعا الرولر، اداه الرولر ليها علاقه بالرولرز اللي هي موجوده في الفيو هنا اهو، او بتجيبها من كنترول ار. ودي بتقدر تقيس لك مساحه التصميم كطول وعرض، وتقدر تقيس لك اي حاجه
داخل التصميم. وتقدر ان انت تسحب مثلا من الرولر دي كده خط وهمي وتنزله، تقيس مثلا طول حاجة معينة او عرض حاجة معينة زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف بتقدر تتحكم في الكلام ده كله. ولو جيت بقى انت عملت الخطوط الوهمية دي طبعا ما بتأثرش على التصميم بتاعك وتقدر تلغيها. ولو جيت تبص على التصميم هتلاقي ان هي ملهاش علاقة بالتصميم لانها خطوط وهمية خارج حدود التصميم نفسه. ولو جيت عايز تقفل الخطوط الوهمية دي انت بتروح فيو وتختار لوك جايدز، بتقفل لك الخطوط. لو جيت تيجي تحرك بالموف مش هيحرك لك حاجة خالص، لو جيت تحرك اي خط فيهم مش هيتحرك. عايز تفك الجايدز بتروح فيو وتدوس لوك جايدز، بتتلغي بعد كده تقدر تحرك في الخطوط الوهمية دي. لو عايز تمسحها كلها بتروح فيو وتدوس كلير جايدز، بتمسح لك كل الخطوط دي. طيب بنيجي بعد كده للنوت تول. النوت تول دي هي تسجيل ملاحظات. انت بتدوس كليك كده بس عليها بتظهر لك نوتس. النوت دي انت بتقدر تضيف فيها كلام، واي حد بيفتح المصدر بتاعك او انت لو فتحت المصدر بتاعك بتلاقي النوتة دي موجودة. النوتة دي انت لو عندك مثلا فريق عمل او حد انت شغال معاه وعايز توجه له رسالة معينة فانت بتكتبها له خلال النوتة دي. يعني مثلا عايزين نكتب ثانكس فور احمد ماهر نت. بمجرد ان احنا كتبنا كده النوتة اتسجلت خلاص. بقفل دي عادي، وممكن اغير لونها من هنا خليها احمر مثلا، وبسميها مثلا من هنا الاوزر. تمام. طيب انا عملت نوتة زي كده عايز الغيها او عايز افتحها، انا بدوس من هنا اوبن عشان افتحها. عايز الغيها بدوس ديليت نوت. عايز امسح لو انا عندي كذا نوت بدوس ديليت اول نوت. طبعا انا عندي واحده بس هدوس ديليت نوت يس. نيجي اللي بعدها الكاونت تول. والكاونت تول مش مفيده قوي بس لازم تعرفوها. هي اداه بتعمل لك ترقيم. طبعا ممكن في غنى عنها ان احنا نستخدم التكست واحنا شغالين، بس احنا لسه ما وصلناش للتكست. يعني ايه؟ لو انا جيت مثلا عملت هنا ضغطت سبت هلاقيه بيرقم. طبعا ده انت لو عندك ترقيم في حاجة او عايز تعمل ترقيم في حاجة معينة في الصورة، كور بلياردو ولا حاجة وعايز ترقمها وكده، بتغير لونها من هنا، بتغير حجم النقطة دي من هنا من الماركر سايز، وبتكبر حجم الرقم نفسه من هنا من الليبل سايز. صغر كده، بتدوس كليك يمين وتروح يمين وكليك وترجع شمال، وهنا نفس الكلام. عايز تمسحهم كلهم بتدوس كلير بيتمسحوا. وبكده نكون انتهينا من الدرس الثالث من دورة الفوتوشوب. كان معكم محمد صابر ارتست. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.